إعادة تحديد الأهداف. وضع أهداف والسعي لتحقيقها بيرفع عند الإنسان الإحساس بالقيمة والمكانة، وبيخليه واثق من نفسه وعنده حافز عشان يتغلب على الظروف الصعبة وعشان يوصل، وبالتالي بيزود شعورنا بالسعادة وبالقيمة. حط الأهداف اللي تتناسب معاك أنت ومع رغباتك وشغفك، مش مع رغبات وأفكار حد تاني غيرك، لأنك مش هتلاقي لنفسك قيمة ومكانة فيها. طيب إيه أهمية تحديد الأهداف؟ أولاً الإحساس بالثقة ووجود حافز ودافع إنك تدرك نقاط قوتك وكل اللي أنت بتبرع فيه، وكمان تتخلص من الشك والخوف والأفكار السلبية. كل ده بيدينا إحساس متواصل بالهدف حتى لو محققناش الأهداف السابقة عندنا. كمان بيساعدك على الخروج من منطقة الراحة عشان تعمل تغييرات، ويخليك إنك تتجنب إحساسك بالخوف إنك تحاول تغير. تحديد الأهداف بيخلينا في تحدي متواصل وحالة جيدة عشان نستمر حتى في الأوقات الصعبة، بتخلينا نفتكرها علشان نقدر نقاوم ونقف من جديد. وعشان نقدر ندخل عادة عظيمة ومهمة زي عادة تحديد الأهداف، أول شيء بنحتاجه إنك تحط أهداف كبيرة وتقسمها لأهداف أصغر عشان تبسطها وتخليها سهلة في التطبيق. خلي أهدافك مناسبة لأفكارك ومعتقداتك وشغفك عشان تقدر تتحمل مسؤولية تحقيقها وتتحمل الصعوبات وانت بتحاول تحققها. تقسيم الأهداف الكبيرة لأهداف صغيرة بيخلي عندك حافز وحماس، وكل ما تحقق جزء تلاقي الحافز بيعلى عشان تحقق أكتر، وتقدر تتابع الأهداف وتستحمل الجهد عشان توصل لها. خلي كمان أهدافك ذكية، بمعنى إنها تكون محددة، شيء محدد عايز توصله، مش كلام مرسل وخلاص. محتاج تجاوب أسئلة زي إيه اللي أنا عايزه؟ ليه هو مهم بالنسبة لي؟ كمان خلي أهدافك قابلة للقياس، تقدر تقيس التقدم فيها وتشوف إنجاز توصله، وتكون كمان قابلة للتحقق. تكون عارف إن أنت بتمتلك قدرات وقوة تحققها، مش مجرد أحلام وخلاص. محتاج تجاوب أسئلة زي هل أمتلك قوة إني أحقق الشيء ده؟ إيه اللي أقدر أعمله عشان أوصل لهدفي؟ وكمان عشان تكون أهدافك ذكية محتاج تحط لها وقت محدد، بمعنى تحط تاريخ محدد تحققها فيه. ده بيخليها حاضرة في ذهنك وعندك تركيز عشان تحققها. كمان تكون ذات صلة بيك، بمعنى أنها تخصك، مش أهداف حد غيرك أو أحلام ليه أو مجرد شكل اجتماعي. محتاج كمان أنها تكون مناسبة لقيمك ولدوافعك واحتياجاتك. محتاج تجاوب أسئلة زي هل هو مرتبط بشغفي وحلمي؟ إيه معنى الحلم ده بالنسبة لي؟ هل بيناسب قيمي واحتياجاتي؟ كمان محتاج إنها تكون عاطفية، يعني عندك دوافع وحوافز داخلية ناحيتها وحاسس بالإلهام عشان تحققها. ومحتاج تجاوب أسئلة زي هل الهدف ده بيحفزني؟ هل أنا حاسس بالإلهام عشان أحققه؟ إيه اللي بيخلي دوافع قوية ناحيته؟ عملوا دراسة في جامعة الدومينيكان على ناس وثقوا أهدافهم وناس موثقوش أهدافهم، وبعد سنوات وجدوا إن اللي وثقوا أهدافهم حققوها بنسبة 33% زيادة عن اللي مدونوش الأهداف. خطوات عملية عشان أعمل تغيير ناحية الأهداف. أولاً تحمل المسؤولية. ممكن تتحمل مسؤولية تحقيقه قدام حد تاني عنده نفس الهدف زيك، مثلا حد عايز يخس أو يلعب رياضة. وفر وقت كافي عشان تحقق الهدف وخليك واقعي في تحديد الوقت، وكافئ نفسك لما تحقق هدف بنجاح، وقدر اللي عملته عشان ده يبقى حافز ليك ودافع انك تكمل وتعمل حاجات تانية. نوع في الأهداف عشان تحس بإنجاز في جوانب مختلفة في حياتك، وحط أهداف في علاقاتك واهتماماتك الشخصية وبيتك وحياتك الروحية والذهنية. إذن عشان تكون أهدافك ذكية محتاج إنها تكون محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقق وذات صلة بيك وعاطفية.